ملعب طنجة من الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات الاستحقاقات القادمة التي سينظمها المغرب، فكما تابعنا في فيديوهات سابقة حيث تسير فيه الأشغال بوتيرة سريعة، حيث بدأت ملامح المدرج الجديد بالظهور. إليكم مشاهدينا الكرام رسومات بمجهود شخصي تقربكم أكثر لكيف سيكون الشكل النهائي للملعب، وتوضيحاً أيضاً لكيف سيكون شكل أرضية الملعب الجديد مع المدرجات التي يتم بنائها. المدرجات الجديدة ستبنى قريبة من الأرضية المعشوشبة، مما يتيح فرجة أحسن وأوضح للمشاهدين داخل أرضية الملعب. أما في خصوص عملية التسقيف فسيتم الشروع فيها بعد تفكيك الرافعات التي داخل الملعب، مما يعني أن عملية التسقيف ستتأخر إلى حين الانتهاء من بناء المدرجات. فكما أشرنا سابقاً سينتهي الملعب في غضون سنة وشهرين تقريباً، وسيكون على التم الاستعداد لاستقبال مباريات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. من أجل بقائك على اطلاع كل ما هو جديد في خصوص بناء وترميم الملاعب المغربية، اضغطوا لايك ومتابعة. شكراً لك.